كانوا يقومون أول الليل بالتراويح، ثم يقومون آخره بالتهجد، ويختمون تهجدهم بالوتر. وكانوا يطيلون الصلاة، يطيلون القيام والركوع والسجود اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. فليكن لنا بهم أسوة، ولنسر على آثارهم لعلنا أن نلحق بهم. فهذه العشر هي ليالي التهجد وطول القيام وإحياء الليل، وليس بشرط أن الإنسان يحيي الليل كله فلا ينام، بل يصلي أول الليل بالتراويح ثم ينام ويأخذ راحته، ثم يقوم في آخر الليل مع المسلمين في المساجد ليحظى بفضل قيام هذه الليالي المباركة، ولا ينساق مع شهواته وغفلاته، ولا يقتدي بالكسالى والمضيعين، وإنما يقتدي بأهل الخير والصلاح والاستقامة، لأنه بحاجة إلى ذلك. وما يضيعه من أيامه فإنه ضياع في موازين حسناته. من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.